الفيديو ده بقى انا جايب لك طريقه سريعه جدا وسهله عشان تعرف تعمل صوره مصغره احترافيه لفيديوهاتك على يوتيوب، وده لان الصوره المصغره مهمه جدا جدا للفيديو بتاعك، وهي اللي بتتحكم بقى في مدى انتشار الفيديو على منصه يوتيوب. وده لان الصوره المصغره هي الحاجه اللي بتبقى ظاهره قدامي قبل ما ادوس على الفيديو، فلو الصوره المصغره دي شدتني ان انا اتفرج على الفيديو فساعتها هتفرج على الفيديو، لو عجبني بقى ممكن اتابع بقيه الفيديوهات بتاعه القناه وهكذا بقى. لان فكر معايا كده، انت بتبقى فاتح يوتيوب عادي بيظهر لك فيديوهات كتير بقى وانت بتتصفح يوتيوب، الحاجه الوحيده اللي تخليك تشوف الفيديو ده او لا هي العنوان او الصوره المصغره. هم دول الحاجتين اللي بيبقوا ظاهرين قدامك قبل ما تشغل الفيديو، وبناء عليهم لو هم دول حلوين وكويسين وشدوني ان انا اروح اشوف الفيديو فهشوف الفيديو عادي. لكن لو لقيت الصوره مصغره شكلها عادي خالص وتقليدي كده، ده مش هيلفتني خالص ان انا افتح الفيديو او اتفرج عليه، وبالتالي انت ممكن تكون تعبت في الفيديو جدا وعامل فيديو بتصوير ومونتاج احترافي قوي، ولكن يكون ان انت ما تعبتش في الصوره مصغره ولا العنوان، فده كافي انه يخلي المشاهد ما يفتحش الفيديو بتاعك ولا يتفرج عليه، على الرغم من انك تعبت فيه جدا وعملت فيه شغل كبير. فعشان كده الصوره المصغره مهمه جدا، وفي ناس كتير قوي طلبت مني ان اعمل الفيديو ده بقى ازاي بعمل الصوره المصغره والحاجات دي. فانا النهارده هقول لك على طريقه سهله قوي تعمل بيها صور مصغره وتكون فعلا تلفت الناس على برنامج الادوبي فوتوشوب. وعايز اقول لك ينفع لاي نسخه انت بتستخدمها من فوتوشوب لو هي نسخه مش قديمه قوي، مش السي اس 4 بقى او السي اس 6 والحاجات القديمه دي، لان مش كل الادوات هتلاقيها بقى في السي اس 4 والنسخ دي بتبقى قديمه شويه. فبس كده خلينا نبدا في الفيديو على طول. طيب انا في الفيديو ده هستخدم نسخه الادوبي فوتوشوب 2021. تقدر انت تشوف بقى النسخه اللي تناسبك يعني على حسب امكانيات جهازك بقى وكده. هنفتح الفوتوشوب بالشكل ده كده. اقول لك بقى طبعا في وسط الشرح كده على شويه مواقع هتنفعك قوي بقى وانت شغال على الصور المصغره بتاعتك. هيفتح لنا البرنامج بالشكل ده كده. مبدئيا كده الصوره المصغره فيها انواع كتيره منها. في نوع منها ان انت بتقوم مصور نفسك صوره بالكاميرا بتاعتك عادي وتظبطها انت بقى، تحط بقى هنا مثلا تكست وبعد كده تظبط الالوان بتاعت الصوره اصلا وتضيف ضوء مثلا على الحاجه اللي انت بتركز عليها في الصوره بتاعتك وتضيف بقى شويه افكتات وحاجات كده. وفي نوع تاني بقى اللي هو بيبقى كتابه بس من غير ما تحط عليه صورتك، يعني زي مثلا نوعيه دي كده ببقى حاطط شويه تكست واظبطه كده واعمل بقى اسهم وشويه حركات كده يعني. فانا النهارده هوريك نوع واحد بس، والنوع ده هيبقى فيه كل الشرح اللي انت محتاجه لو انت بقى عايز تعملها بصورتك او من غير صورتك عادي. كده كده الطريقه اللي هشرحها النهارده تنفعك في كل انواع الصور المصغره. اهم حاجه بس في الاول قبل ما تبدا في الصوره كده يكون عندك فكره كده جوه دماغك لشكل الصوره النهائي، بس جوه دماغك يعني قبل ما تشتغل. فانا دلوقتي في الشرح ده كده هعمل الصوره المصغره بتاعت الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي. فدلوقتي انا تخيلت خلاص الشكل اللي انا المفروض اوصل له في دماغي دلوقتي، والشكل هيكون عباره عن ان انا هقوم جايب الصوره المصغره بتاعت فيديوهاتي القديمه واصغرهم واركبهم جنب بعض وتبقى هي دي الخلفيه بتاعت الصوره المصغره، وبعد كده اقوم حاطط الصوره بتاعتي عليهم واكتب بقى كتابه على الصوره وخلاص كده. يعني هتفهم دلوقتي كل حاجه. خلينا نفتح دلوقتي اي براوزر عندنا علشان اعرف ان انا اوصل للفيديوهات بتاعتي. فدلوقتي انا فتحت القائمه بتاعت الفيديوهات بتاعتي بحيث بقى ان كل الصور المصغره اللي هنا دي كده انا عايز انزلها وادمجها جنب بعض في صوره واحده. والطريقه سهله جدا، بتروح على علامه الاديت دي وتنزل تحت خالص هتلاقي هنا علامه 3 نقط عند خانه الصوره المصغره، تضغط عليها وتعمل داونلود، تعمل هنا كليك يمين وتعمل سيف ايمج از، وبعد كده خلاص كده نزلت الصوره بتاعتك. المشكله هنا بقى ان هو بينزلها بصيغه الويب، فده يحتاج مننا ان احنا نستخدم اول موقع، ودي اول حاجه هتهمك في الصوره عشان لو جيت تنزل صوره مثلا وعايز تحطها جوه الصوره المصغره بتاعتك وحصل معاك زي ما حصل معايا دلوقتي وان هو هينزلها بصيغه الويب. فصيغه الويب دي مش هتنفع في الفوتوشوب خالص ومش هيرضى يدخلها لك، لازم تبقى بصيغه البي ان جي او الجي بي جي. فكل اللي هنكتبه دلوقتي ويب تو جي بي جي. عندك بقى مواقع كتير جدا، اكتر موقع الصراحه بحب ان انا اتعامل معاه هو موقع كونفرتيو، لان الموقع ده بيحافظ على الكواليتي بتاعت الصوره اللي بتحطها فيه، عكس كلاود كونفرت اللي فوقيه ده هو برده حلو جدا وكل حاجه ولكن بيقلل كواليتي الصوره شويه. فاحنا هنخش هنا في اي موقع انت عايزه يعني، ونقوم رايحين على تشوز فايلز ونختار الصوره اللي احنا لسه منزلينها دلوقتي ونضغط على كونفرت. هتلاقيه بدا يحمل هنا كده. الموقع ده اترفع عليه حوالي تقريبا 2 مليار الا شويه صوره، فالموقع ده مشهور جدا. نعمل داونلود بقى هنا كده وتلاقي الصوره نزلت لك بصيغه الجي بي جي، ونفس الكلام بقى نعمله على كل الصور علشان اعرف ان انا اجمع صور كتير من الصور المصغره بتاعت فيديوهاتي القديمه. طبعا انا هنا هحاول ان انا اختار اكتر صور انا شايفها كويسه من وجهه نظري، احسن صور انا عملتها يعني، عشان بقى يبقى شكلها ملفت في الصوره المصغره يعني. ما تختارش صور تكون انت حاسس انها مش احسن حاجه انت عملتها، شوف اكتر صور انت حاسس ان انت يعني عملت فيها شغل كويس علشان تبقى انت مختار احسن حاجه عندك يعني. A few minutes later. تمام قوي كده. بعد ما جمعت بقى خلاص الصور المصغره بتاعتي وحطيتها في فولدر هنا كده، دلوقتي جت المرحله ان احنا نصغرهم وندمجهم جنب بعض عشان يبقوا الخلفيه بتاعت الصوره المصغره. نفتح فوتوشوب تاني ونعمل كرييت نيو. الابعاد بقى بتاعت الصوره المصغره بتاعت يوتيوب بتبقى 1920 في 1080، فنقوم فاتحين بالشكل ده كده. نتك بقى كنترول 0 من الكيبورد عشان يجيبها لنا على الفول سكرين بالشكل ده كده. خلينا نبدا دلوقتي بقى ونحط الصور بتاعتنا اللي احنا هندمجها في بعض. انا الصراحه وانا ببقى شغال بقى على فوتوشوب بعمل اي حاجه بشتغل شغل مش منظم شويه، اللي هو اي تاب مفتوحه فوق كده مش ببقى مسميها اي اسم خالص يعني. طبعا المفروض عشان تبقى منظم الدنيا تبقى مسمي كل تاب بالاسم بتاعها عشان لو لفيت هنا ورجعت تاني تبقى عارف التاب دي بتاعتي. احنا عموما نحتاج نفتح تاب كمان علشان نحط فيها الصور ونصغرها مع بعض. نعمل نيو دوكيمنت تاني نسميها من هنا كده، نعمل كرييت ونعمل برده كنترول 0 تاني. نحط بقى الصور بتاعتنا ازاي. هتقوم جاي مصغر الفوتوشوب كده ونفتح النيو فولدر بتاعنا ونعمل كنترول ايه وننزلهم كلهم مره واحده في فوتوشوب. هتلاقينا بقى الصور تبدا تنزل بالتدريج لما تضغط على علامه السلكشن تول اللي هنا دي، وهكذا بقى تفضل تضغط عليها واحده بواحده لحد ما الصور كلها
تنزل معانا. بعد ما نزلنا كل الصور دي نحتاج ان احنا نصغرها بحيث ان احنا نعرف نتحكم فيهم، لان طول ما هم كبار كده قدامنا مش هنعرف نعمل حاجه. فنبدا مثلا باول صوره على الوش كده ونصغرها، ونخش على اللي بعده لحد ما نصغرهم كلهم في حجم تقريبا شبه متساوي. وانا تقريبا صغرناهم كلهم كده، هنبدا مثلا نختار اللاير دي كده ونحطها في الزاويه اللي فوق ونصغرها شويه كمان، ونجيب اللي بعدها نحطها برده فوق كده ونصغرها لحد ما شايف الخط البنفسجي ده كده. طالما الخط ده ظهر لك ده معناه ان هم الصورتين اللي جنب برده دول على نفس الخط، فتسيب الماوس ساعتها وتحرك لحد برده لما يلزقوا في بعض بالشكل ده كده. تلاحظ طبعا لسه في مسافه هنا، فاحنا نزقهم في بعض لحد ما يلزقوا في بعض كده، وهكذا بقى نقعد نرتب في الصور دي لحد ما كلهم يخلصوا. طيب دلوقتي انا خلصت اول صف والحته دي مش هتكفي الصوره، فعادي احنا ممكن نعمل حركه نيجي نصغر دي كده شويه، وهكذا بقى بقيه الصور لحد ما نفضي مساحه كويسه. وبالشكل ده كده فضيت مساحه اهو للصوره بتاعتي. كده احنا خلصنا اول صف فيهم. طيب احنا كده وصلنا لاخر صوره، ولكن للاسف لسه في صور ناقصه. يعني انت بتتكلم هنا في حوالي 8 صور، المفروض ان انا اشوف كمان من فيديوهاتي 8 صور كمان وانزلهم واحطهم هنا علشان العدد يبقى مكتمل. واخيرا خلصت كده الصوره. كده احنا طبعا عملنا الخلفيه خلاص. كل اللي هنعمله نعمل كنترول الت اس من الكيبورد بتاعتنا ونعمل سيف از جي بي جي. نرجع هنا بقى ونعمل فايل واوبن ونجيب الصوره بتاعتنا اللي هي الصوره دي كده. هتلاقيها خلاص بقى بقت صوره واحده زي ما انت شايف كده، مش زي هنا كده صور كلها في بعضها. فكده هي بقت خلفيه خلاص واسمها باك جراوند. المهم يعني نعمل سيلكت هنا كده ونختار فلتر وبلور، نضغط هنا كده. عايزين بقى نعمل بلور هنا بحيث تكون الصوره واضحه شويه، فمثلا نخليها على 6.5. دلوقتي بقى جت مرحله ان انا اجيب الصوره بتاعتي اللي انا مصورها بالكاميرا. طبعا الصوره تبقى متصوره بالكاميرا فبيبقى فيه خلفيه بقى المكتب ورايا وكده، واحنا هنا عايزين الصوره تبقى شفافه بحيث ان الصوره بتاعتي انا بس من غير بقى المكتب والتفاصيل اللي ورا تبقى على الصوره دي. فكل اللي هنعمله هنقوم فاتحين موقع اسمه ريموف بي جي. الموقع ده الصراحه من افضل المواقع، بيعرف يشيل لك الخلفيه بتاعت اي صوره. هو بيقلل الكواليتي بتاعتها شويه ولكن مفيش مشكله، ممكن نستخدم برنامج زي ريميني مثلا. نعمل ابلود ونختار الصوره بتاعتنا. طبعا الصوره تبان غير احترافيه خالص لان الكواليتي بتاعتها مش حلوه، ولا حتى الالوان مظبوطه، ولا حتى اصلا شكلها واقعي وانا محطوط كده في الصوره. هنقوم ضاغطين على الصوره كده، نعمل فلتر، نختار الكاميرا رو فلتر. ده يخلينا نعدل في الوان الصوره. نختار البيزك. هنا الصوره اللون بتاعها مايل شويه للون الاصفر، فاحنا هنجيبها سنه اللون الازرق. السنه دي ليها ممكن مثلا -6 اللي هو مش تجيبها لي هنا كده. هنا الصوره برده مايله شويه للون الاخضر، فبرده نقدمها سنه يمين بس. هنا الاكسبوجر مثلا هنقلله سنه صغيره، الكونتراست هنزوده شويه، الهايلايتس هنخفها شويه عشان النور ما يبقاش ضارب في الصوره. بالنسبه للشادو فاحنا هنقلله برده سنه، الوايتس هنزودها سنه صغيره، والبلاك هنقلله شويه. التكشر هنا بقى هنزودها سنه عشان نعلي التفاصيل بتاعه الصوره هي والكلاريتي برده. هننزل هنا بقى عند ساتوريشن وهنزود تشبع الصوره شويه، الفايبرنس سنه صغيره بس كده، نقلل الساتوريشن سنه ونزود الفايبرنس سنه بس كده. نيجي هنا بقى عند ديتيل ونزود الشاربنس شويه، نعمل بقى اوكي. هتلاقي الصوره اتحولت حرفيا، الالوان هنا اتصححت بشكل كبير. هنجيب الصوره دي كده، نعمل كليك يمين، نختار بليندنج اوبشنز، هنعمل لها هنا بقى شادو خفيف كده، وانا هختار الزاويه دي كده للظل بحيث ان هو يبقى واقعي، اللي هو انا كده والظل ورايا شويه. ممكن بقى تحفظ انت عندك الاعدادات دي كده بنفس الارقام دي لو انت عايز تطبق نفس الطريقه يعني. هنعمل هنا ستروك، نختار اللون الابيض ونقلل السايز شويتين 3 كده لحد ما نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. بعدها بقى هنضيف اوتر جلو هنا، ونروح لاوتر جلو ونختار بقى اي لون انت عايزه، ولكن انا هختار اللون ده كده. كده الصوره اتحولت معانا خالص من كده لكده. تمام. احنا كل اللي ناقصنا دلوقتي ان احنا نحط كتابه على الصوره بقى عشان توضح معنى الصوره. انت لما تحط لي صورتك ووراها خلفيه وفيها صور انا برضو ممكن ما افهمش معنى الصوره نفسه. وعشان بقى موضوع الكتابه ده مهم جدا، فانت لازم تختار فونتات كويسه والوان كويسه. موضوع الفونتات ده انت ممكن تجيبه من موقع زي عرب فونت، ممكن بقى تعمل فيو اول وتشوف بقى كميه فونتات جامده زي دي، تقعد بقى تتفرج وتقلب لحد 720 صفحه. انت متخيل؟ انا نقوم ضاغطين بقى على حرف التي من الكيبورد او نختار هنا علامه التكست ونضغط في اي حته فاضيه كده. اهم حاجه في الكتابه ان انت ما تبقاش كاتب كلام كتير. دي غلطه انا كنت بعملها زمان بقى، ان انا افضل اكتب كلام كتير قوي في الصوره اللي هو انا بشرح بالتفصيل يعني. انت بصوره مصغره يكفيك بس كلمتين 3 كده توصف بس الفيديو، مجرد بس وصف خفيف كده يعني. فانا دلوقتي هكتب صور مصغره احترافيه. هنقدم بقى اللير بتاعت الكلام دي فوق خالص بالشكل ده الفونت الطبيعي خالص بتاع البرنامج اصلا. هتشوف بقى فونت من الفونتات اللي انت لسه شايفها في الموقع دلوقتي. في بقى اكتر من اسلوب للكتابه الصراحه. في اصلا ممكن انت من على يوتيوب تحمل اكتر من تكست ستايل، او ممكن تعمل بقى بنفسك تكست ستايل كده خفيف شويه. انا من ضمن الحاجات اللي بحب اعملها ان انا اعمل نسخه باللون الابيض والنسخه الثانيه باللون الاسود، واقوم حاططهم على بعض مساويهم كده، واعمل زوم ان وانزل سنه واجيب يمين سنه كده. ده من ضمن الحاجات اللي انا بحب استخدمها. طبعا ما تنساش بقى ان انت تحط لها دروب شادو وتحط لها كمان اوتر جلو. طيب انا دلوقتي هغير الفونت اللي انا كنت بستخدمه للشكل ده كده، وهغير اللون طبعا الاسود لانه مش هيبقى لايق خالص، واختار هنا اللون الاصفر. طبعا اللون الاصفر لوحده كده بقى شكله وحش قوي بصراحه، فاحنا هنعمل له كليك يمين ونعمل له ستروك لونه اسود. في الستروك دايما نشوف اللون بتاع الكتابه، لو هو لون فاتح هات لون غامق، ولو هو لون غامق هات لون فاتح. يعني هنا الاصفر ده فاتح جدا، فطبيعي لو حطيت له الابيض هيبقى فاتح على فاتح هيبقى شكلها وحش. ومثلا هنا برده في اللون الاسود لو حطيت له هنا ستروك لونه غامق مش هيبان
هيبان اصلا لان اللونين غامقين. هنكتب بقى الجزء الثاني من الكلام ونخلي دي بقى بالستروك اللي لونه ابيض. طيب انا حاسس ان الستروك كبير شويه، هنروح هنا كده ونضغط ضغطتين على الستروك هنا، تجيب لي هنا هو كان 8 فده 8 خلاص كده مظبوط. طيب انا كده كتبت خلاص، لكن لسه بقى هضيف شويه افكتات ثانيه. هجمع الاثنين دول كده على بعض. اختيار بقى المكان اللي انت تحط فيه الكتابه لازم يكون حته فاضيه، يعني ما تجيش تحطها هنا كده في الصوره بتاعتك، ممكن تحطها في النص، ممكن تحطها في زاويه من الزاويتين دول، ما تحطهاش فوق برضو لان مش كل الناس عينيها هتلمح المكان من فوق كده، خليه في حته تحت تكون في مستوى نظر الناس يعني. هنا بقى دلوقتي انا عامل كتابتين، فلو انا عايز اتحكم في الاثنين دول تحكم كتابه واحده بدل ما اجي اعمل افكتات هنا وبعدين ارجع اعملها هنا، فكل اللي هتعمله هتقوم جاي هنا عند خانه اللايرز، هنا هتلاقي الكتابه اللي اسمها صور مصغره اللي هي اللي فوق والكتابه اللي تحتها، تقوم ضاغط كنترول وتختار الكتابه دي، تعمل كليك يمين وتختار كونفرت تو سمارت اوبجكت، كده بقى هما الاثنين ملف واحد كده، فيبقى سهل ان انت تتحكم فيهم. نعمل كليك يمين ونختار بلندنج اوبشنز، هنعمل دروب شادو، لكن هنا الصراحه مش عايز الزاويه دي خالص، هنخليها 30 عشان تبقى يعني خفيفه شويه. هنختار اوتر جلو طبعا. طيب انا هنا هستقر على اللون ده كده، واهم حاجه برضو تكون الكتابه كبيره، ما تبقاش صغيره خالص مثلا قد كده فمحدش هيشوف. طيب انا دلوقتي حاططها في النص، هل لو جبتها علشان تكون شكلها احسن؟ خلينا بقى نصغرها كده في الوضعيه بتاعه الصوره مصغره لفيديوهات اليوتيوب. انت لما تبقى فاتح يوتيوب بتبقى هي دي حجم الصوره مصغره، الصراحه مش احسن مكان ليها، ممكن نخليها على اليمين، اليمين احسن، ولكن مش عارف حاسس النص كانت احسن حاجه يعني. في حاجه بس عايز اقولها لك كمان، الاداه دي بتعمل بلور بقى ولكن على حتت معينه انت بتحددها مش على الصوره كلها، يعني مثلا زي ما انت شايف كده عملنا بلور على الوش كده، يعني انا ممكن اكتفي دلوقتي بالشكل ده كده، ولكن عايز ان انا اضيف مصدر ضوء من هنا كده، صوره مثلا زي الصوره دي كده بتدي ضوء بقى ولكن تحطها في الزاويه، هبقى اسيبها لك تحت في الديسكربشن لو انت حابب تحملها يعني. هنقلبها بالزاويه دي كده ونخليها تبقى بالشكل ده. ممكن طبعا تتغير اللون بتاعها عن طريق انت تختارها من هنا وتعمل كليك يمين وتروح عند بلندنج اوبشنز وتختار الكلر اوفرلاي، هتلاقي هنا طبعا اللون اتغير للابيض، ممكن تختار اي درجه بقى، ممكن نختار اللون ده كده وبس كده. انا الصراحه شايف ان كده كفايه، دخلنا في ساعه حرفيا بنعمل في الصوره دي. طبعا عشان تعلي بقى الصوره اللي انت مصورها بالكاميرا دي، خصوصا كمان موقع موفي جي بيقلل الكواليتي بتاعتها، فاستخدم ساعتها برنامج ريميني اللي موجود على الموبايل، بيعلي الكواليتي جدا الصراحه. يستحسن هنا تحفظها نسختين، نسخه جي بي جي ونسخه بي اس دي، عشان لو حبيت ان انت ترجع تعدل عليها تاني. نعمل لها سيف، حجمها هنا داخل في حوالي 7 ميجا، ممكن بقى ساعتها تستخدم اي موقع بيعمل ضغط شويه للصوره عشان يوتيوب يرضى يدخلها لك بقى، لان يوتيوب اخره 2 ميجا بس. وبس كده، ده كان كل حاجه في الفيديو ده. لو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفك بقى في الفيديو الجاي. سلام.